أهو شيكابالا بشحم ولحمه اعترف، ومن أول قلمين إبراهيم فايق بيكلمه بيقول له سحب أرض أكتوبر ومش أرض أكتوبر، قال له ما ينفعش يا عم الأرض دي تتسحب، الأرض دي لو اتسحبت إحنا هنبقى زي الإسماعيلي مش هنلاقي. قال له ليه؟ قال له إحنا واخدين قروض وفلوس على حس الأرض. طب ما ده الكلام اللي إحنا بنقوله بقى لنا شهر، ده الكلام اللي الزملكاويه كانوا بينكروه ويطلعوا يقولوا لا ما حصلش. أهو الزمالك واخد قروض وفلوس على حس أرض أكتوبر، هي مش أرضه، ده حق الباطن يعني، وده بيخل ببند ما بين الزمالك ووزارة الإسكان اللي قالوا لهم إن الأرض هي بتاعتكم خدوها، بس عاوزين نشوف عليها فرع لنادي الزمالك. يا باشا اعمل محلات تجارية وعيش حياتك وكله زي الفل، اعمل انت وأجر انت، لكن تبيع الأرض لمستثمرين 50 سنة قدام وهي مش أرضك، تدي قطعة أرض البنك CIB بتاع عمرو الجنايني يبني عليها فرع وهي مش أرضك، ده إيه الكلام ده؟ طب الفلوس دي بقى دلوقتي مصيرها إيه؟ ده السؤال المهم جدا، وهل هيتم محاسبة الزمالك؟ طيب لو الدنيا مشيت وتمام التمام، إحنا يا عم إحنا كمان عاوزين أرض، إحنا كمان عاوزين أرض ونقعدها 20 سنة كده، وإحنا هنعرف نتعامل برضه ونسحب ونظبط الدنيا حلوه، والاسماعيلي عاوز ارض والمحله والمقاولين والترسانه والمنصوره والفرق دي، الناس دي كلها عاوزه والناس دي كلها عاوزه زي الزمالك والاتحاد، عايزين نحل مشاكل الناس دي برضه ولا ايه؟ ولا هو الزمالك بس اللي بنديله ارض وقروض وفلوس ومؤجلات ونظبط له الدنيا؟ مفيش، هو بس على الحج.